بيقولوا إن التاريخ بيكتبه المنتصرين، بس في القصة دي التاريخ كتبه الناجين بدموعه. 114 سنة اللغز لسه مخلص. سفينة تايتانيك، سفينة طولها حوالي 270 متر ووزنها 52 ألف طن. اتقال عنها إنها غير قابلة للغرق، بس المحيط كان ليه رأي تاني. صح معايا كده يا بطل. انت عارف إن تايتانيك ما كانتش مجرد سفينة، دي كانت سفينة فصل طبقي وعنصري ماشي في المية. ناس فوق بياكلوا في أطباق ذهب وناس تحت بيناموا جنب المواتير. انت متخيل؟ والنهارده انا هاخدك في رحله مش بس هتشوف فيها السفينه وهي بتغرق، لا احنا هننزل غرف المواتير وهنسمع صريخ الغليان وهنعرف ليه الغرور هو اللي غرق تايتانيك مش الجبل التلج. كوبايه شايك او قهوتك على حسب مزاجك، وتعالى نرجع لسنه 1912. القصه بدات من بلفاست. شركة وايت ستار لاين قررت تعمل أكبر وأفخم 3 سفن في التاريخ، وتايتانيك كانت هي الجوهرة. 15,000 عامل اشتغلوا فيها. عارف إن في 8 عمال ماتوا من بس وإحنا بنبنيها؟ وقتها ده كان رقم عادي بالنسبة للحجم ده، بس كأن السفينة كانت بتشرب دم اللي بيبنوها من قبل ما تنزل المية. يوم 10 ابريل 1912 السفينه اتحركت من ميناء ساوثهامبتون. كانت شايله اكتر من 2200 بني ادم، كلهم عندهم ثقه عمياء انهم في امان، لدرجه انهم قللوا عدد قوارب النجاه عشان ما تبوظش المنظر الجمالي للسفينه. ركز معايا قوي بقى في اللي هقوله لك ده، لان في نظريه بتقول ان السفينه اللي في قاع المحيط دي اصلا مش تايتانيك. انا عارف انك مصدوم بتقول ايه التخاريف دي، انت بتقول ايه يا عم انت؟ بس هات لي تركيزك كام ثانيه بس. شركة وايت ستار لاين كان عندها سفينة أقدم من تايتانيك بسنة اسمها أولمبيك، وكانت نسخة طبق الأصل منها. وفي سنة 1911 أولمبيك عملت حادثة ضخمة جدا وخبطت في سفينة حربية بريطانية. السفينة اتدمرت تقريبا، وشركات التأمين رفضت تدفع تعويض لأن الغلط من طاقم أولمبيك. الشركة صاحبة السفينة اللي كان بيمتلكها الملياردير جي بي مورجان كانت على حافة الإفلاس. تفتكروا ملياردير زي ده هيسكت؟ نظرية بتقول انهم في السر وبالليل بدلوا اسم تايتانيك باسم اولمبيك، وبعتوا السفينه البايظه اللي متسميه تايتانيك عشان تغرق في رحلتها الاولى ويقبضوا التامين الخيالي بتاعها. اللي بيخلي النظريه دي مرعبه ان جي بي مورجان بذات نفسه وعشرات من اصحابه الاغنياء جدا لغوا حجوزاتهم على تايتانيك قبل الرحله بيومين بس. لقوا بايه؟ بحاجه غريبه، كانهم كانوا عارفين انها رحله في اتجاه واحد، رحله ذهاب بلا عوده. نسيبنا من المؤامره ونرجع للواقع. تايتانيك من جوه ما كانتش سفينه عاديه، دي كانت مدينه مقسومه نصين. فوق في الدرجه الاولى اثرياء العالم، تذكره الجناح الملكي اللي كان ثمنها يوازي 100,000 دولار بفلوس النهارده، حمامات سباحه، ملاعب سكواش، ومطاعم بتنافس قصور اوروبا حرفيا. بس لو نزلت تحت المستوى سطح البحر هتشوف العالم الحقيقي. الدرجة الثالثة آلاف من المهاجرين الغلابة اللي بايعين اللي وراهم واللي قدامهم عشان بس يروحوا أمريكا ويبدأوا حياة جديدة، كانوا محبوسين ورا بوابات حديد عشان ما يزعجوش البهوات اللي فوق. أنت متخيل العنصرية؟ البوابات دي يا صديقي هي اللي حولت تايتانيك من مجرد حادثة لمجزرة. لما السفينة بدأت تغرق طاقم السفينة قفل البوابات دي بالإقفال والمفاتيح عشان يركبوا قوارب النجاة الأول. ومش مهم بقى الغلابة اللي تحت اللي اتسابوا يغرقوا زي الفئران في المصيدة دول، لا مش مهم. يوم 14 إبريل المحيط الأطلسي كان هادي جدا يومها، ما فيهوش موجة واحدة، كأنه مراية سودا. بس الهدوء ده كان فخ. عايزك تركز معايا في الجمله اللي جايه دي. غرف اللاسلكي في تايتانيك استقبلت 6 رسائل تحذير من سفن تانية بتقول لهم المحيط مليان جبال جليد، خلوا بالكم. هتقولي نركز معاك ليه في اللي انت قلته ده؟ ما عادي يا عم رساله تحذير، واقول لك بس هتعرف بعدين. تفتكروا طقم تايتانيك عمل ايه بالتحذيرات دي؟ رماها. موظفين اللاسلكي كانوا مشغولين بيبعتوا التلغرافات الاغنياء بتوع الدرجه الاولى لاصحابهم بقى في نيويورك، لدرجه ان موظف اللاسلكي في سفينه تايتانيك شتم سفينه تانية بتبعت له تحذير. انت متخيل؟ وقال له اخرس انا مشغول. الكارثه الاكبر بقى كانت في برج المراقب. البحاره فريدريك فليت وريجينالد لي كانوا واقفين في درجه حراره تحت الصفر، حرفيا تحت الصفر، بيراقبوا المحيط بعينهم المجرده. بس انت متخيل؟ كانش حتى معاهم نضاره معظمه. ليه سفينه بتكلفه ملايين الدولارات ما فيهاش نضاره معظمه؟ لان قبل الرحله بايام الشركه غيرت الضابط التاني للسفينه، والضابط القديم مشي وخد بالغلط مفتاح الدولاب اللي فيه النضاره المعظمه في جيبه. انت متخيل؟ مفتاح حديد صغير ثمنه ما يكملش دولار، كان ممكن ينقذ اكتر من 1500 روح. الساعة 11 و40 دقيقة قبل نص الليل البحار فريدريك فليت لمح جبل اسود ضخم بيقرب بسرعة. ضرب جرس الانذار 3 مرات وصرخ في التليفون لجسر القيادة: قدامنا جبل جليد. الضابط الاول مردوخ اخذ قرار سريع، امر بايقاف المحركات وعكس اتجاهها ولف الدفه لاقصى الشمال عشان بس يتفادى الجبل. هنا بقى الفيزياء لعبتها القذره. الدفه بتاعه تايتانيك كانت صغيره جدا مقارنه بحجم السفينه المرعب، ولما المحركات وقفت قوه الدفع اللي بتساعد الدفه تلف اختفت. السفينه اخذت وقت طويل جدا جدا عشان تستجيب. من لحظه رؤيه الجبل لحد الاصطدام ابدا 37 ثانيه بس. 37 ثانيه كان طاقم القياده كتم نفسه فيها.
تايتانيك ما خبطتش في الجبل من قدام، لا هي حكت فيه من الجنب بس، والاحتكاك ده تخيل فتح 6 غرف في قاع السفينه، والميه دخلت زي الطوفان. لو تايتانيك كانت خبطت في الجبل الجليدي بوشها كانت هتدمر من قدام بس ما كانتش هتغرق. محاوله الهروب هي اللي قتلتها. مصمم السفينه توماس اندروز نزل غرف المحركات، بص على الميه اللي بتغرق الغرف. بحسبه بسيطه قال للقبطان السفينه هتغرق خلال ساعتين، مفيش اي امل. قام السفينة بدأ يجهز قوارب النجاة، بس هنا حصلت الكارثة التانية. السفينة كان عليها قوارب نجاة تكفي 1178 شخص بس من أصل 2200 راكب. ليه؟ لأن الشركة شافت إن قوارب كتير هتبوظ شكل السفينة، والأبشع من كده إن الضباط كانوا مرعوبين ينزلوا القوارب مليانة علشان ما تتكسرش وهي نازلة، فكانوا بينزلوها وهي فيها 12 و20 شخص بس، رغم إنها بتشيل 65. أنت متخيل الفرق؟ وسط الصريخ والجري والضباب حصل مشهد مش ممكن عقل يصدق. قائد الفرقة الموسيقية والس هارتلي جمع فرقته المكونة من 8 عازفين وطلعوا على سطح السفينة وبدأوا يعزفوا موسيقى هادية جدا عشان يهدوا رعب الناس. الفرقة دي فضلت تعزف والمية بتسحبهم لتحت، محدش فيهم حاول يهرب، محدش فيهم ساب آلته، كملوا عزف لحد ما المية غطتهم تماما. دي مش لقطة من فيلم هوليوود، لا دي حقيقة أثبتها كل الناجين. الساعة 2:15 بعد منتصف الليل المية تقلت مقدمة السفينة جدا، فبدأت تسحبها لتحت، وده خلى الجزء الخلفي كله بيترفع في الهواء لوحده لحد ما بقى عمودي تقريبا. انت متخيل المنظر عامل ازاي؟ الأنوار فضلت تقطع وتنور، تقطع وتنور لحد ما طفت للأبد، والضلمة بلعت الركاب والرعب ملأ المكان كله. في اللحظة دي الغرور البشري انكسر، وزن السفينة المرفوعة في الهواء كان أطنان، والحديد ما قدرش يستحمل. بصوت مرعب زي صوت الرعد تايتانيك اتقسمت نصين، النص القدامي نزل زي الصاروخ في قاع المحيط، والنص الخلفي فضل يطفل ثواني قبل ما ينسحب هو كمان للهوية الأبدية. 1500 روح نزلوا المية لدرجة حرارتها 2 تحت الصفر وماتوا من صدمة البرد في دقايق. فضل مكان غرق تايتانيك لغز لحد سنة 1985 لما فريق بحث بقيادة روبرت بالارد لقاها على عمق 3800 متر تحت سطح البحر. بس المفاجأة إن تايتانيك مش هتفضل هناك كتير. العلماء اكتشفوا نوع جديد من البكتيريا بياكل الحديد السفينة بمعدل مرعب، وسموها الاسم اللي قدامك ده أيا كان نطقه. خلال كام سنة السفينة دي هتتحول لمجرد بقعة تراب في قاع المحيط، مش هيفضل منها غير الحكايات. تايتانيك ما كانتش مجرد حادثة تصادم، دي كانت قصة عن الغرور والطمع والتفرقة والعنصرية بين البشر حتى في الموت. انت بقى رأيك ايه؟ هل لو كان معاهم نظارات معظمة كانوا هينجوا، ولا النهاية كانت مكتوبة من لحظة ما قالوا غير قبل الغرق؟ مستني رأيكم في الكومنتات. أنا محمد سعيد ودي كانت حكاية القصر اللي بلعه المحيط. سلام.